السلام عليكم، وحشتوني جدا من فيديو الاسبوع اللي فات. منيو تجهيزات وميزانية بتاعت الاسبوع اللي فات. حلوة قوي افكار الميزانية الاسبوعية اللي انتوا اقترحتوا عليا بيها، لانها بتقربني منكم اكتر. وبحس ان انا بعمل فيديوهات قريبة، غير فيديو الميزانية بتاع اول الشهر. بس كنا بنمشي اول الشهر انزل فيديو، وبعد كده بقى ايه، الاقيكم بقى ايه، بعدتوا شوية، ريحتوا مني، يعني كده تهتم. تعالوا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا كده بالصلاة على النبي، ونشوف ميزانية اسبوع الشهر ده، قصدي الاسبوع ده كام، وهنوظفها ازاي ونشتغل بيها ازاي. واللي اول مرة يشوف قناتي، انا نهى، ودي قناتي اكلات سهلة مع نهى. بنزل ميزانية اسبوعية، ارجعي الفيديو اللي فات واللي قبليه، وبنزل منيو كمان لافكار الاسبوع. والحاجة اللي احنا بنشتريها بنوظفها. ونكملي بس معايا الفيديو لغاية الاخر، وهتشوفي ان انا عامله لك الوجبه كامله من الالف للياء، وقايله لك كل الاسعار. صلوا على النبي وتعالوا نبدا. انتوا عارفين ان احنا اول الشهر بجيب الزيت والسكر. ده كيس الرز كان مقطوع وانا بطلعه معاكم. بجيب الزيت والسكر والحاجات اللي هي الاساسيه، سمنه جايبينها طبعا يعني بقالنا فتره، والزيت والسكر بنجيبهم اول الشهر مع التوابل. يعني بعمل لهم ميزانيه 300 400 دول بقى، خلاص بملى البيت بيهم. وبعد كده هنمشي اسبوعيا زي ما انتوا طلبتوا. على فكره الموضوع ده جديد عليا، انا ماشيه، كنت ماشيه بالشهر بس. فكره الاسبوع دي ريحتني في حاجه هقول لكم عليها برضو، عشان خاطر ترتاحوا انتوا كمان. انا لما كنت بجيب بالشهر كنت بتعب قوي اول الشهر، يعني مشتريات اجيب من الالف للياء، وفضي نفسي من الفلوس خالص تماما، واملى البيت كله خزين. اي نعم كنت برتاح نفسيا اني عندي كل حاجه في البيت، وقت ما بعوز خلاص مش مهم يبقى فيه فلوس اكتر، بس المهم يبقى فيه خزين اكتر. بس بقى فكرة بقى الأسبوعي ده بقى حسستني براحة في إيه بقى. أنا بشتري الحاجة بكملها على بعضها، ببقى عارفة إن الأسبوع بتاعي هعمل كذا وكذا، مرتاحة نفسيا، أنا منظمة الأكل، مش بتعب كتير زي ما كنت بتعب أول الشهر. فيلا يا نهى بقى خشي في الموضوع وقولي لنا اشتريتي ايه الاسبوع ده، والميزانيه بتاعتنا خرفت مننا ولا لا. كنا عملنا الاسبوع اللي فات ميزانيه ال 700 جنيه، لحوم وفراخ ويوم كشري. الاسبوع ده بقى ان شاء الله هنعمل ايه؟ جبت كيلو من البانيه، واسعار البانيه بنات عماله تطلع وتنزل. يعني انا اشتريت الاسبوع اللي فات ب 230، الاسبوع ده لقيته ب 200 جنيه، البانيه ب 200 جنيه. والفراخ كانت ب 113. عندنا الفراخ لغايه النهارده كده زي ما الفيديو نزلك ب 93 جنيه. فانا جبت فرخه ووركين، وفي نفس الوقت جبت كيلو بانيه، وهنشوف احنا هنوظفهم ازاي. المشتريات اللي انا جبتها معاكم هي 2 كيلو من الرز، ودول كانوا عاملين 60 جنيه. وجبت كمان نص كيلو من الرز البسمتي كان عامل 40 جنيه. وجبت كمان 2 كيلو بصل ب20 جنيه، 2 كيلو بتنجان ب20 جنيه. وكمان جبت كيلو لحمة بتتباع عندنا ب330، حلوة قوي. جبت كيلو، عملت نصه مفروم ونصه لحمة عادية، وهقول لكم هنشتغل عليها ازاي وهنعمل ايه بيهم. جبت كمان فلفل، وكان عندي بطاطس بكمية كبيرة فما جبتش بطاطس، لان كنت جايبة قبل العيد 10 كيلو ولسه متبقي عندي ايه من ساعتها. جبت كمان ب20 جنيه بقسماط ناعم، عشان خاطر فكرة من الأفكار إن أنا هعمل بانيه. خدي بالك إن أنا قبل ما بنزل السوق لازم بكون مقررة أنا هعمل إيه. ما ينفعش أنزل كده وأقول أنا يعني اللي هلاقيه هجيبه وأطلع بيه، لأ، أنا بكون كاتبة ورقة. وامشي على النظام ده هيريحك جدا. ان انا مثلا عايزه اعمل مثلا طاجن لحمه بالبصل، عايزه اعمل مثلا حواوشي، عايزه اعمل كذا. اشوف كل وجبه إيه المكونات بتاعتها. يعني انا عايز مثلا، على افتراض ان عايزه اعمل حواوشي، فاروح جايبه اللحمه واقول يبقى انا كده هبقى محتاجه بصل. هنا بوريكم ان انا جايبه رز 2 كيلو رز، وجايبه نص كيلو رز بسمتي. ودي الاسعار اللي موجوده عندنا. عايزاكم برضو تكتبوا لي في التعليقات الاسعار بتاعه اللحمه والفراخ عندكم عامله كام، زي عندنا ولا لا، عشان برضو في دماغي هعمل فكره حلوه. خدت الحاجه بقى بتاعتي. اول حاجه روحي بقى اغسلي شويه ليمون كده حلوين في الميه، الليمون اسعاره غاليه جدا جدا. والليمون الكبير ده بيسعف، يعني الليمون الايطالي ده بيسعف، بس مش عارفه ليه يا بنات، مش عارفه انا، ولا قولوا لي رايكم برضو في التعليقات. حسيت ان هو قوي قوي، يعني في حموضه جامده، لكن مش في الريحه او النظافه اللي انا بحتاجها، او زي الليمون البلدي. سبحان الله، مش عارفه ليه. ولا احنا بنحب الحاجه الغاليه ولا ايه، مش عارفه. اكتبوا لي برضو رايكم في التعليقات. ارتحتوا مع الليمونه الكبيره قوي دي واديتكم نفس النتيجه في الطعم ولا لا؟
طيب اول حاجه النص كيلو المفروم هنعمل بيه ايه؟ هقولك على افكار كتير. تقدري تعملي بيه كفته، تقدري تعملي كفته داوود باشا وتقسميها كمان على اتنين. عايزه اقول لكم ان الكفته ممكن ترمي معايا اكتر، لان انا ممكن اضيف نص كوبايه من البرغل، اغسلها وانقعها واصفيها من الميه كويس قوي، واضيفها على اللحمه المفرومه دي. اخليها بدل ما هي نص كيلو، كيلو الا ربع. ممكن حته دوش او حته دهن كمان افرمها معاها، بقت كيلو. فممكن النص كيلو دول لو انا هعمله كفتة اقدر ان انا اضاعفهم حلو قوي. طيب بعد كده بقى نص كيلو لحمة، في دماغي ان انا عايزة اعمل طاجن لحمة بالبصل، واقطع فيه بطاطس مكعبات، واعمل شوية رز ابيض. يبقى انا عملت وجبتين دلوقتي، بس انا مش هعمل بالامانة. انا عملت لهم كفتة الاسبوع اللي فات، فالتغيير مطلوب. فانا هعمل الاسبوع ده ان شاء الله حواوشي. فانا مش بحب ان انا اتبل اللحمه بتاعه الحواوشي واشيلها بالبصل وكده. لا، انا بحبها كده، وبعد كده لما اطلعها اشتغل بيها يبقى كله ايه، فريش معايا، بيديني طعم اكتر يعني احلى. والبصله بتبقى مسكره كده في الاكل وفي العيش وانتي بتاكليه. اقدر برضو ان انا اضيف عليه، طبعا لسه هضيف عليه حوالي نص كيلو من البصل، هضيف عليه ربع كيلو من الفلفل، هضيف عليه كمان البهارات بتاعتي وحتة من الدهن، لان اللحمة كانت حمرة شوية. فكل ده برضو هيضاعف معايا الكمية، يقدر يعمل لك حوالي 8 أرغفة من الحواوشي مليانين وحلوين جدا. حواوشي بقى شوية مكرونة جنبيها، شوية بطاطس محمرة، يعني هتقومي يعني هتعملي وجبة حلوة. وفي نفس الوقت اللحمة التانية هعملها طاجن بصلية، واحط فيها مكعبات من البصل، وهعمل جنبها شوية بصل ابيض. ولو عندي شوية شوربة في التلاجة اقدر اعمل شوية ملوخية. يبقى عملتي لحمة وملوخية ورز، وجبة يعني محدش يختلف عليها. الناس اللي بتقعد تنتقد افكار الميزانية وتنتقد الاسعار اللي احنا ماشيين بيها او النظام اللي احنا ماشيين بيها، كل واحد بيمشي حسب اللي يريحه وحسب اللي يكفيه. بس المهم ان انا في الاخر بعمل وجبة مشبعة جدا وحلوة جدا لولادي، ومفيش اختلاف عليها. طيب كيلو البانيه بقى عملته ايه؟ نضفته زي ما بنضفه كده. طلعت 8 قطع حلوين قوي سلام، ما فيهمش اي مشكله خالص، ووضبتهم لو في قطع عريضه او حاجه بقطعها بالسكينه. وشلت الثمان قطع دول على اني هتبلهم وهعملهم بانيه. اتبله بالبصل عادي جدا، وهعمله بانيه جنب شويه مكرونه بالصلصه. تقدري تعملي بقى شوية رز أصفر لو عايزة، تقدري شوية تعملي شوية سلطة، يعني اللي يريحك. هتقدري توظفي البانيه ده الطبيعي بتاعنا، احنا عارفين البانيه بيتوظف ازاي. طيب بعد كده عملت ايه بقى؟ انا ما اقدرش اجيب بانيه من غير ما اعمل شاورما. يعني الشاورما دي عايزه اقول لك ان هي المنقذ بالنسبه لي في حاجات كتيره قوي. انا المره اللي فاتت عملت معاكم الشاورما اللي انا شوحتها على النار، وخرطتها بالمخرطه الاول كده، بخرط البانيه بالمخرطه عشان يبقى قطع صغيره زي اللحمه المفرومه، بيرمي معايا كتير. لكن المرات دي هعمل معاكم تتبيله شاورما، اللي هي الشاورما الاساسي، يعني اللي هي كيس تتبيله من طعم الشاورما السوري، وكمان علبه من الزبادي، شويه من البابريكا، شويه من الكاري، وشويه فلفل اسمر وليمونه وخل. دي الشاورما بقى الايه، وشويه من الزيت الصغيرين. وكمان بحط فص توم. يعني هقول لكم المقادير تاني كده بسرعه: علبه زبادي، فص توم، بحطش فيها بصل خالص دلوقتي، علبه زبادي وفص توم والبهارات بتاعتي والليمون والخل هو اللي بيدي نتيجه حلوه، وكيس التتبيله بتاعه الشاورما. وكل ده عاملين حسابه في الميزانيه واحنا بنشتري. عصرت الليمون وكده خلاص بقت عندي جاهزة. يبقى انا طلعت دلوقتي وجبتين من اللحوم، اللحمة والحواوشي. طلعت وجبتين من الفراخ الشاورما، لو انا عايزة اعملها متحمرة كده واضيف لها شرايح البصل ساعتها، شرايح طماطم، شرايح فلفل اخضر، واعمل شوية بطاطس محمرة. اقدر اعملها يا بنات عيش سوري زي ما عملنا كده من اسبوعين. عملنا العيش السوري، جبناه وحطينا فيه اللي هو عارفين الرقاق الطري، بجيبه بحطه فيه مع الجبنه الموتزاريلا وبلفه وبعمل لهم سندوتشات. بيكون يوم خفيف كده وسهل وبسيط في نفس الوقت. يبقى احنا عملنا 2 لحوم، وعملنا الكيلو البانيه قسمناه. طيب تعالوا بقى نشوف انا جايبه فراخ قد ايه. كنت جايبه فراخه صغيره عامله كيلو ونص، كانت عامله 130 جنيه تقريبا. وكان الوراك عاملين 70 جنيه اللي هم الوركين، يعني دول عملوا معايا 200 جنيه، والبانيه 200 جنيه، ادي 400 جنيه. واللحمة المفرومة كانت عاملة 330 جنيه اللي هو الكيلو كامل المفروم واللحمة. قسمت الوراك، حطيت الوركين الصغيرين زي ما هم، ما قطعتهمش، والوركين الكبار خدت منهم بنقول عليها صفحة او القطعة بتاعتها،
حطيتهم كده، عملت طبق عشان اعمل مثلا صينيه بطاطس او اعمل حاجه بالفراخ سريعه كده. خدت بقى الصدرين التانيين مع الدبوسين وقطعت الصدور 4 حتت و5 حتت، ودول نويت ان انا اعمل بيهم كبسه. وانا بشتري الرز البسمتي كنت عارفه ان انا هاخد الصدور مثلا، ولما لقيت الفرخه صغيره ما رضيتش اقطع الاوراق، سبتها سليمه زي ما هي. تعالوا بقى شوفوا توزيع الوجبات زي ما بقول لكم كده، والافكار اللي انا ببقى حاطاها في دماغي. البانيه جايبه له كيسين مكرونه ودول ب20 جنيه. حلوه قوي مكرونه زياده دي او يزيد، بس مش عارفه اسمها ايه بالظبط. بس الكيس ب10، حلوه قوي. والصلصة عندنا من قبل، يعني من رمضان واحنا عاملينها. كمان اللي هي القطع الفراخ حطيت معاها الرز البسمتي. خلاص مش هبقى محتاجة حاجة غير ان انا اعمل شوية سلطة جنبها للكبسة. اللحمة مش هبقى محتاجة حاجة غير الرز، لو انا حبيت اعملها فتة هعمل رز، لو انا حبيت اعملها بصلية هحتاج البصل مع البتاع. والشاورما زي ما قلت لكم كده، عايزه اعملها جنب مكرونه هعملها، عايزه اعملها في الرقاق الطري هلفها وادخلها الفرن. اللحمة المفرومة هنعملها حواوشي. يبقى معانا وجبة 2 3 4 5 6. طب فين الوجبة السابعة؟ الوجبة السابعة مستخبية اهي، هي المسقعة. عايزه اقول لكم ان انا بعمل صينيه مسقعه حكايه. تابعوني بس كده وشجعوني ولايكات وصلوا على النبي في الكومنتات، وقولوا لي ايه رايكم، نكمل على ميزانيه الاسبوع ولا ندخل في ميزانيه الشهر؟ عشان ابتداء من اول الشهر الجاي نشتغل بقى بالشهر، اجيب حاجتي بالشهر وكده، ولا نمشي بميزانيه الاسبوع دي مريحاكم؟ ادي البصل وادي الفلفل والبتنجان، وعندي بطاطس زي ما قلت لكم. فهعمل صينيه مسقعه حلوه قوي. افكار الفطار والغدا ان شاء الله انا بحضر لكم فيديو حلو قوي قوي، لان افكار الفطار والعشاء قصدي بياخد مني مجهود شوية في التحضيرات. هو مش مكلف خالص، يعني شوية فول شوية جبنة شوية حاجات كده بنطلع منهم أفكار حلوة. هنا أنا بس بفكركم بفيديو الأسبوع اللي فات عشان اللي ما شافوش يقدر يلف في القناة كده لفة، تشوفوا كل الفيديوهات اللي أنا عاملاها. فكنا عاملين كفتة نص كيلو مفروم، خدنا منه قطعة عصرناها لحمة مفرومة والباقي عملناه كفتة. البانيه خدناه تبلناه والباقي عملناه شاورما، عشان تعرفوا ان احنا بننوع في الافكار عشان الولاد ما تزهقش. كنت الاسبوع ده عايزه اجيب سمك، لكن للاسف انا اتصلت بالسماك بتاع السمك اللي بتعامل معاه يعني، وقال لي ان هو لسه ما فتحش من ساعه العيد. فمستنيين ان شاء الله الاسبوع الجاي وهننوع ونحط سمك. هنا قسمنا برضو الفراخ بتاعتنا كانت على طبقين. اصبح بقى عندنا كفته وعندنا صينيه لحمه مفرومه، عملت بيها ساعتها بطاطس محشيه باللحمه المفرومه وشويه رز بالشعريه. وكمان بقى عندنا بانيه وعندنا طبقين للفراخ والكفته هي صبعتها. وكان عندنا كمان الطبق السابع، هو كان او الوجبه السابعه كانت كشري. كنا جايبين حاجه الكشري كلها، فقدرنا ان احنا برضو 7 وجبات لحوم. ويوم بنقول عليه ايه، يوم بسيط ارداحي. تقدري بقى تحمري بطاطس بتنجان، يعني مش لازم الكشري، يعني حسب الحاجه اللي متوفره عندك. يا رب الافكار تكون عجبتكم والميزانيه تكون عجباكم. ودي